مظلة التضامن الاجتماعي في مصر. يمكن اللي متابعين مسألة التضامن الاجتماعي والأداء بتاع وزارة التضامن الاجتماعي والمظلة الحمائية التي تصنعها الدولة المصرية للمواطن المصري البسيط، هيشوف قد إيه أن هذا الأمر يتطور، مش كل سنة، كل 6 شهور وربما أقل. يمكن كان في اجتماع مهم للسيد الرئيس مع السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباش والسيد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي خلال الفترة الماضية، والهدف هو المواطن المصري البسيط وراحته. ويمكن كان في يعني مضاعفة للمخصصات لهذه البرامج الحمائية، نتكلم على مليار جنيه في جانب واحد بس من الجوانب، وهو الطلاب الجامعيون. ويمكن ده اللي هنتكلم عنه بشكل موسع، لأنه ده من الأمور المستحدثة. مبادرة كانت ولا أروع من وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء وحدات للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية. وده يعني خلينا أقول إن ده ليه بعدين، بعد اجتماعي إن احنا بنساند الطلاب اللي هم محتاجين، لكن أيضا بعد محترم فيما يتعلق بفكرة دعم الشباب الجامعي، لأنه القصة لا تقتصر على فكرة أنه بنساعد من يحتاجون المساعدة، لا، هذه الوحدات ليها أكثر من دور. رقم 1 مساعدة من يحتاجون المساعدة، وأنا بتكلم هنا على المساعدة المالية من مصروفات جامعية وغيرها. بنتكلم على الطلاب الذين يحتاجون إلى قروض، وهنا بنك بيجي دوره، لأنه من البنوك اللي هي يعني بتلعب، أو البنك الوحيد الذي يلعب دورا اجتماعيا خالصا لوجه الوطن فيما يتعلق بالفوائد والتسهيلات التي يقدمها. وفي جانب الشباب هتبقى التسهيلات أكتر والامتيازات أكثر، و يعني بشكل داعم للشباب لو هم عايزين يعملوا مشروعات أو غيره. الأمر الثالث وهي دعم فكرة الباحثين الشباب، سواء عايزين يستخدموا معلومات الوزارة، عايزين يروحوا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التابع للوزارة. وده يعني تسهيل كبير جدا لفكرة ان احنا بنشتغل مش على حفظ الطالب، احنا بنشتغل على دماغ الطالب ونسهل له مهمته، وبنقول له اذا انت شخص متفوق فالدولة في ظهرك. ويمكن ده البعد الجديد اللي بتشتغل بيه الدولة المصرية، هي دعم المتفوقين، دعم المتميزين، لكن ايضا مع توفير مظلة حماية كبيرة جدا لمن يحتاجون الحماية. ومن هذه النقطة الى تكافل وكرامة وتطوير تكافل وكرامة ودعم تكافل وكرامة، هذا المشروع اللي أنا في تقديري أنه أعاد كثيرا من الكرامة المهدرة في عهود سابقة من المصريين. يمكن مش كل الناس كانت بتوصل لها يعني أموال الدعم، مش كل الناس كانت بتحصل على الدعم أصلا، لكن دلوقتي احنا بنتكلم على منظومة متكاملة، بنتكلم على كل من له حق في الحصول على الدعم بيتقدم وبياخد هذا الدعم بعد مراجعة أوراقه. إنه الناس في الأطراف، وأنا دايما في الحقيقة بركز على فكرة الأقاليم والأطراف، لأنه إذا وصل الحق إلى أهالينا في الأطراف والأقاليم يبقى كل الحقوق واصلة، لأن هؤلاء هم أصحاب الصوت الخافت اللي ما عندهمش قنوات ممكن يوصلوا صوتهم. لكن إجمالا فيما يتعلق بمظلة الحماية، الدولة المصرية بتشتغل في هذا الإطار، لكن جنب وزارة التضامن أيضا هناك مظلة الحماية التي تقوم بها وزارة الصحة من خلال التسهيلات الممنوحة ومن خلال الأمور الخاصة بأهالينا اللي هم من محدودي الدخل أو اللي محتاجين المساعدة، بالإضافة إلى وزارة التموين والمساعدات التي تتم. وخليني ما أقولش المساعدات، في الحقيقة خليني أقول حقهم على هذا الوطن، وده الفكر اللي بتشتغل بيه الدولة المصرية. وده هينتج في الأخير، يعني غير ان هو أنهى أسطورة فكرة الزيت والسكر التي كانت تستخدمها الجماعات المتأسلمة، لكنه أيضا يصنع مجتمعا رائعا ينتج
سواء على مستوى العمل أو على مستوى التعليم، وبيحسس الجميع أن هذا الوطن هو وطنهم، لهم حق أصيل فيه، عليهم أن هم ياخدوا الحق ويقوموا بالواجب. دمتم بألف خير وطيب الله أوقاتكم وحفظ الله مصر.